بعد اجازه خدناها على القناه لمده اسبوع رجعنا لكم بالمفاجاه واكتر 7 انديه ابهروني خلال هذا الموسم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي متابعين صفحه او قناه صايع كوره، اهلا بكم. حلقه النهارده هتبقى مختلفه تماما لانها اول حلقه في سلسله السبعه الساعه 7. السلسله دي بقى هنتكلم فيها عن 7 حاجات: مديرين فنيين، لعيبه، وفرق، وكمان الجماهير الخاصه بالفرق. هكلمك عن اي حاجه ممكن تتخيلها. فقبل ما نبدا السبعه بتوع النهارده بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي، وكمان تعمل اشتراك في القناه لو انت اول مره بتتفرج علينا، ولازم تفعل جرس التنبيهات عشان اي حاجه ننزلها يجي لك بيها اشعار. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا السبعه بتوع النهارده. في المركز السابع واللي دخل عن جداره النهارده وهو النادي الاهلي. النادي الاهلي الموسم ده مع مارسيل كولر كان وضعه مختلف تماما، خصوصا ان مارسيل كولر زي ما انت عارف ان دي اول تجربه ليه داخل افريقيا. الاهلي اول لما كولر جه يمسكه كان حرفيا طالع جريح، وكان لسه خارج من نهائي دوري ابطال افريقيا اللي خسروا قدام الوداد، ولا دوري ولا كاس ولا واخد اي حاجه، وطالع الدنيا ملطشه معاه على الاخر. النادي الاهلي جه من بعيد قوي عشان ياخد كل حاجه، خد سوبر وبعدها كاس ورجع سوبر تاني من بيراميدز، وبياخد نهائي دوري ابطال افريقيا من الوداد المغربي للاخذ بالثأر. دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي كان بيضيع، النادي الاهلي كان بيسقط في البحر، واللي لحقه هو اطهر الطاهر. اطهر الطاهر بعد ما ضيع ضربه الجزاء امام نادي صن داونز بيرجع النادي الاهلي عشان يعمل اقوى انطلاقه او من الاقوى بالنسبه للنادي الاهلي زي ما بنشوفه دايما في الادوار الاقصائيه. النادي الاهلي دخل ربع النهائي عشان يقابل الرجاء المغربي ويطلعه، هوبا بعد كده بيقابل الترجي وبرضه بيطلعه عشان يقابل الوداد المغربي زي ما قابله في السنه اللي فاتت، ولكن المره دي الوضع بيختلف، والاهلي برضه من داخل المغرب ومن قلبها بياخد بطوله افريقيا للمره ال11 في تاريخه. وبعد ما خلصنا نهائي افريقيا اكيد لازم تستنتج مين هو المركز السادس. اكيد فهمت طبعا ان هو الوداد المغربي. ممكن وانت بتتفرج دلوقتي اول ما تسمع اسم الوداد المغربي تستغرب شويه انا ليه ضفت الاسم ده في القائمه بتاعتنا النهارده، ولكن لو بصيت على اللي حصل مع الوداد المغربي خصوصا من نهائي افريقيا الموسم اللي فات لحد نهائي افريقيا الموسم ده لازم يبقى موجود عن جداره في ال7 اسماء دول. ابسط حاجه ممكن الوداد المغربي يشارك بيها في قائمتنا النهارده هي انه خلال الفتره اللي قلت لك عليها دي غير 5 اجهزه فنيه، بدايه من وليد الركراكي اللي كان بيدرب نادي الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا، بياخد معاهم البطوله وبيرحل عشان يمسك المنتخب المغربي، وبيجي من بعده الحسين عموته اللي بيمسك الفريق لمده مباراتين فقط وبيرحل لسوء النتائج. المهدي النفطي اللي بيجي بعد عموته وبيمسك الفريق 10 مباريات وبرضه بيرحل لنفس السبب. كارلوس جاريدو اللي بيروح بالفريق لربع نهائي دوري ابطال افريقيا وبيرحل لعدم اقتناع الاداره بالفنيات اللي هو بيقدمها مع الفريق. واخيرا يا عزيزي فاندن بروك اللي ما كملش دلوقتي شهرين ولا شهرين الا ووصل بيهم لنهائي دوري ابطال افريقيا بعد ما طلع صن داونز في نصف النهائي، ولكن بيخسر اللقب امام النادي الاهلي. ندخل بقى على المركز الخامس والمركز اللي مفاجاه ومش مفاجاه، والمركز ده موجود فيه نادي مانشستر سيتي. وطبعا برضو اكيد هتسال نفسك كالمعتاد ليه مانشستر سيتي بيدخل قائمه النهارده، وبكل بساطه هرد عليك واقول لك عشان كسب دوري ابطال اوروبا. خلينا اكون صريح معاك، كلنا كنا عارفين ان 70% من الناس متوقعين ان مانشستر سيتي هو بطل دوري ابطال اوروبا لهذا العام، بس برضو لازم ناخد في اعتبارنا السيتي عمل ايه خلال البطوله دي. سيتي في المجموعات كان معاه كوبنهاجن ودورتموند تاني الدوري الالماني واشبيليه بطل الدوري الاوروبي، صعد اول في المجموعه وقابل في دور ال16 لايبزيج الالماني وبيعدي منه بمجموع المباراتين 8 اهداف مقابل هدف. وبالمناسبه برضو لو انت مش واخد بالك للايبزيج كان في المجموعات معاه نادي ريال مدريد، وفي مباراه كسب فيها ريال مدريد بنتيجه 3 اهداف مقابل هدفين، وكانوا عاملين حرفيا مباريات في دور المجموعات فوق الروعه. ربع نهائي قدام البايرن وحصيله الاهداف 4-1 في المباراتين، نصف نهائي امام ريال مدريد وحصيله الاهداف 5 اهداف مقابل هدف، وهوبا بيوصل للنهائي عشان يقابل نادي انتر ميلان ويعمل اسوأ مباراه بالنسبه له في البطوله، ولكن مباراه تكسب ولا تلعب. نسيت اقول لك صحيح، نادي مانشستر سيتي في اخر 7-8 جولات كان متصدر الدوري الانجليزي. قبل كده يا باشا كنا بنقول مبروك لاي حد بيشجع نادي ارسنال. نخش بقى على المركز الرابع، وبالنسبه لي نادي رائع 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 لتطور رهيب ما بين الموسم اللي فات والموسم ده وكميه اللعيبه الرائعه اللي طلعها، والنادي ده هو نيوكاسل. نادي نيوكاسل عرفنا كلنا في اواخر 2021 ان هو بقى ملك لصندوق الاستثمارات بالنسبه لدوله السعوديه، وقلنا بقى ان خلاص هنشوف ميسي ونيمار وهالاند ومبابي وكل اللعيبه اللي ممكن تتخيلها موجودين في فريق واحد في الدوري الانجليزي، ولكن اللي شفناه هو الناتج الرائع بدون ما يصرفوا ربع المبالغ اللي كلمتك فيها على اللعيبه دي. نتائج رائعه بدون ما يوصل لنادي نيوكاسل نجم ساطع، بل بالعكس هم اللي طلعوا
نجوم. نيوكاسل هم اللي قدموا لنا نجوم كتير في اخر الموسم، واكيد اكتر ناس عارفه النجوم دول هم لعيبه الفانتسي، نيك بوب وفابيان شار وبوتمان وتريبيير والميرون في وسط الملعب، وقدام كان عندك سانت ماكسيمان وكالم ويلسون وايزاك، واكيد مش هننسى ميرفي. واكيد بعد كل الاسماء دي بنرحب بنادي نيوكاسل في دوري ابطال اوروبا بعد وصوله للمركز الرابع. اما في المركز الثالث النادي اللي حفظنا اسماء لاعيبته كلهم بسبب فارس يا سلام، نابولي سباليتي اللي بياخد الدوري الايطالي بعد غياب دام ل 33 سنه، واخر مره بياخدوا فيها الدوري الايطالي سنه 90 مع الراحل الارجنتيني الرائع دييجو ارماندو مارادونا. شفنا نتائج مرعبه خلال الموسم، 4 و5 و6 واخرهم السته بتاعه اياكس امستردام. واكيد مش هننسى الخروج امام البيج ميلان في دوري ابطال اوروبا، ولكن برضو الفوز بالكالتشو هو ابرز حاجه عملها نادي نابولي. واكيد برضو نابولي يا سلام قدم لنا اسماء في غايه الروعه، كيمينجاي واوليفيرا ودي لورينزو، وطبعا مش هننسى اجويزا يا سلام ولوبوتكا يا سلام وزيلينسكي يا سلام وكل الناس بقى اللي اخرهم يا سلام. وانتقالا من المركز الثالث هنستنى شويه في ايطاليا، وخاصه يعني في الدوري الايطالي، وناخد المركز الثاني ولكن في دوري ابطال اوروبا، وهو انتر ميلان. سيموني انزاجي المدير الفني اللي محدش فاهم له حاجه خالص، الراجل في الدوري يبقى خسران من روما واودونيزي اللي في المركز ال 12، ويروح دوري ابطال اوروبا يكسب برشلونه ويتاهل كمان على حسابهم لدور ال 16. مش بس كده، ده يكمل كمان على نفس الريتم القوي ده ويكسب الميلان 3 اهداف مقابل لا شيء في نهائي كاس السوبر، وساعتها بقى نقول ان الراجل خلاص فوق وهيكتسح كل اللي جاي قدامه. هو فعلا بيكتسح اللي قدامه، ولكن بهدف مقابل لا شيء حصيله المباراتين امام بورتو البرتغالي، وتخصص البرتغال يفضل مكمل معانا ويمسك بنفيكا يديهم علقه موت، وحصيله المباراتين 5 اهداف مقابل 3، ياخد كاس ايطاليا من اليوفي ويطلع الميلان في نص نهائي دوري الابطال ب3 اهداف مقابل لا شيء، ويوصل النهائي قدام السيتي ويحمل ماتش عمره ولكن يخسر البطوله. اما بقى في المركز الاول فهو الفريق المفاجاه بالنسبه للموسم كله، بطل كل العصور وصاحب كل العصور في الدوري الاوروبي، وهو اشبيليه بطل الدوري الاوروبي. هيجي بقى واحد يقول لي طب ليه يا عم اشبيليه موجود في القايمه وهو كده كده اصلا الفريق الاكثر تتويجا بالدوري الاوروبي؟ اقول لك انا ليه يا عم، ببساطه كده لان اشبيليه في الدوري الاسباني بيحتل المركز ال 12. شوف بقى الفطاحله اللي كانوا موجودين في الدوري الاوروبي، والمركز ال 12 في الدوري الاسباني برضه هو اللي بياخد البطوله. اشبيليه في دور المجموعات جمع 15 نقطه من لعبه ل6 مباريات، لاعب اندهوفن وصعد بمجموع المباراتين 3 اهداف مقابل هدفين، وفي دور ال 16 بيدخلوا على فنربخشة التركي وبيطلعوهم، ربع النهائي اليونايتد بيطلع، ونص النهائي اليوفي بيطلع، والنهائي بيطلعوا ملك النهائيات جوزيه مورينيو مع نادي روما الايطالي. وقبل ما نختم الفيديو كان في فرق لازم نذكرها النهارده، يوفي اللي لولا المشاكل كان هيبقى خصم قوي بالنسبه للدوري الايطالي وكمان بالنسبه للدوري الاوروبي، روما اللي بيوصل لنهائي الدوري الاوروبي وبياخد مركز سادس بالنسبه للدوري الايطالي، ارسنال اللي كلنا توقعنا ان هو بطل الدوري الانجليزي لهذا الموسم بيخرج من الدوري الاوروبي وكمان بيحتل المركز الثاني في الدوري الانجليزي، ولكن من رايي ان مشاركه ارسنال في دوري الابطال السنه دي اعتقد بتبين ان المشروع كده ماشي في سكه كويسه. اليونايتد اللي كان تايه مع كريستيانو رونالدو وايريك تين هاج في اول الموسم بيرجع تاني لدوري ابطال اوروبا من غير كريستيانو ولكن مع ايريك تين هاج. برشلونه اللي بيتوج بالدوري الاسباني بعد غياب لفتره مش قليله، والاهم من كل ده ان هو بيتوج من غير ليونيل ميسي. المفروض المشروع يبقى ماشي كويس لو برشلونه يعمل حاجه الموسم اللي جاي في دوري ابطال اوروبا. واخيرا بروسيا دورتموند اللي في اللحظات الاخيره ما بيقدرش يكسب على ارضه وبيفرط في الدوري الالماني لصالح نادي بايرن ميونخ. ولا هنا اعزائي السادات والساده بتنتهي حلقه النهارده، الحلقه الخاصه باكتر 7 فرق لفتوا نظري في السنه دي، او بمعنى اصح يعني كانوا مبهرين بالنسبه للموسم الحالي. انزل تحت في الكومنتس قول لنا رايك في الحلقه، وكمان لو عجبك النوع ده من الحلقات قول لنا عشان نقدر نكمل فيه ونكمل في سلسله السبعه الساعه 7. دمتم في امان الله، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه لو انت اول مره بتتفرج علينا، واعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم.